طيب في نوع من العلاقات انا بسميه دراكولا العلاقات، اشخاص تتعامل معاها اللي هي ياخد منك بس على قد ما يقدر، يفضل ياخد 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 وما يدكش ابدا. وبعدين لما تديله زياده، مش اللي هو بقى هيحس على ده ما ويديلك، لا هياخد منك اكتر. دايما فكره ايه؟ وريني ان انت بتحبني، وريني انك هتعمل لي. انا مش مقتنع ده، ويحسسك ان انت نوت انف وان انت مقصر، برغم ان انت تكون بتعمل موت نفسك، بس هو دايما محسسك كده عشان ياخد منك اكتر. ايه الخطوره هنا؟ الخطوره ان انت بدون وعي بتلاقي نفسك بتبذل مجهود اكتر. هو شخص مش واضح، فانا عايز اعمل ايه؟ انا هبقى واضح قوي 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 معاه عشان يبقى واضح بقى. ما يحصلش. هو ما بيدينيش حاجه، فانا اقعد اديله جامد وادي اكتر عشان يحس، يقول لك انت لا ما مش مبسوط منك في دي، انت عايزه يقدرك، فتقعد تدي 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 وانت عمال تستنزف وانت مش حاسس. والشخص التاني مش بيديك حاجه، مش بيقدر لك ده، بالعكس ممكن يكون بينتقد فيك، وانت مكمل على امل انه يحس. ويعني كده يمكن يوم في يوم، دايما تلاقي ان حد يقول لك ايه ده يمكن يوم يفوق، والحقيقه ان ده ما بيحصلش. وده بيستمر قد ايه؟ بعرف اشوف ناس بتستمر على ده سنين و10 سنين و15 سنه وانت مش حاسس، وتلاقي نفسك استنزفت في مره واحده. طب انا عايزك تعمل ايه هنا؟ بس كده من ريس فلاج، تقف وقفه مع نفسك، بتبتدي تعمل 4 خطوات اللي هقول لك عليهم دول عشان تصحح المسار العلاقه دي، ما تبقاش بس بتستنزف وبتاخد منك. اول حاجه اكسر السايكل اللي هي انت عمال تدي فيها دي، واطلب من اللي قدامك احتياجاتك. زي ما هو عنده احتياجات وياخدها ومن حقه، انت كمان عندك احتياجات، فبص لنفسك بس، ما تبقاش عمال تدي اللي قدامك وناسي نفسك. فاول حاجه اطلب انت كمان احتياجاتك. تاني حاجه اطلب التقدير من الحاجات اللي انت بتقدمها. الحاجات حتى لو كانت بسيطه محتاج تقدر عليها عشان تدي اكتر. فانا لما الاقي نفسي اتقدرت، اوكي ادي اكتر، ولكن حد يحسسني بالذنب او حد يحسسني ان انا نوت اناف او حد يحسسني ان انا مقصر فعشان ادي اكتر، ده اسلوب بيهدم مش بيبني. الحاجه الثالثه، دخل في الموضوع حد حكيم او كوتش او حد متخصص عشان يشوف الموضوع من بره، عشان بقول لك خطورتها ان انت سرحان جوه كده وعمال تدي وداخل في دوامه ممكن تخرجش منها. الحاجه الرابعه والمهمه جدا جدا، تعرف ان الاصل في العلاقات الصحيه هو تبادل الاحتياجات، وكل ما هو متبادل مستمر. لو فيش تبادل في حاجه غلط. فانا هديلك ان شاء الله اموت نفسي، بس محتاج اشوف ده من اللي قدامي كمان. بديلك نص نص واللي قدامي بيديني نص، اهلا وسهلا. طرف واحد بيدي قوي والتاني ما بيديش، علامه استفهام، وهنا خطر جدا. فخد بالك ان هتكون بتدي وما بتاخدش حاجه. الاصل في العلاقات تبادل الاحتياجات، وكل ما هو متبادل مستمر.